يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني. ده مش مجرد شعار، المفروض إن احنا كلنا كعرب نكون عارفين حاجة زي ديت، إن أرض فلسطين تخصنا كلنا كعرب، ونبقى متأكدين من جوانا وعارفين إن احنا فعلا فعلا مقصرين مع الفلسطينيين إخواتنا. مهما عملنا ومهما سوينا ومهما بعتنا ومهما رحنا معاهم، برضو مقصرين لما نسيب البلد ديت من سنة 1948 محتلة، واحنا واقفين بنتفرج، واحنا واقفين ما بنعملش اي حاجة. واحد هيجي يقول لي طب ما تروح يا عم انت تخش من المعبر وحارب معاهم. لو بايدي فعلا هروح، لو هعرف اعمل دوت هروح، بس انا مش هعرف اعمل ده لوحدي. معاك ومش انا اللي سلاح، ومش انا اللي معاك هاخد حاجة القرار. تدافع عنها. مش انا اللي هاخد القرار. واحد تاني هيرجع يقول لي طب ما هم اللي بدأوا يوم 7 اكتوبر وطلعوا وخدوا أسرى وعملوا فيها أبطال. طب ما هم فعلا أبطال، هم مش هم اللي بدأوا. هم من سنة 48 الناس ديت واخدين أرضهم ومحتلاهم، وعمالة تزق فيهم، تقعدهم في حتة قد كده، وبعد الحتة دي ما تبقى قد كده، لا احنا عايزين ناخد الحتة دي كمان ونطلعهم بره الحتة دي ونوديهم أي دولة تانية وتبقى دي بقى بتاعتنا احنا. مش هيحصل، مش هيحصل، ومهما موتت ومهما عملت مش هتعرف تخلص على فلسطين. واحد هيجي يسألك يقولك طب هم اللي بدأوا، هم ردوا جزء هم ما بسيط، بدأوش، هم بيدافعوا عن حقهم وعن بيردوا أرضهم، جزء بسيط. حقهم المسلوب، حقهم اللي العالم كله واقف بيتفرج عليه وهو بيتاخد منهم، محدش فكر يساعدهم في حاجة. بس ما يستدعيش يا أحمد اللي يحصل لهم بالطريقة دي. ما هو بصي، هو اللي بيحصل لهم دوت عيب مننا احنا، مش من حد تاني. واللي يقول غير كده يبقى معلش أنا آسف في الكلمة، منافق. هتقول لي طب ما انت طالما انت بطل كده روح، ماشي والله اروح، والله كمان مرة اروح. محدش ما يتمناش الشهادة، انا عن نفسي بتمنى الشهادة واي حد عاقل بيتمنى الشهادة. بس هروح ازاي؟ افتحوا لنا، ادونا اوامر، الدول كلها تتحد. أمنونا، امنونا يا ستي، انا مش محتاج ادونا اتامن. حاجات زي ما هم هيضربونا بيها احنا نضربهم بيها. انا مش هنخش اصل هي مش خناقة عم جمعة مع خناقة عم علي اللي ورانا، هي لا. القصة مش كده، القصة من قصة قديم كبيرة. الازل، من قديم الازل. قصة دين، وقصة عرض، وقصة ارض، وقصة حاجات كتير مش قوي. خناقة في الشارع اللي ورانا يا جدعان. انا مش بحض على العنف، ومش بقول لكم روحوا وعبروا، لان القرار ده مش في ايدينا احنا كشعوب. القرار ده مش في ايدينا احنا صدقوني كشعوب، القرار ده في ايدين الحكومات. الحكومات للاسف 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 يعني ساكتة. مهما عملتوا ومهما بعتوا مساعدات ومهما مساعدات ايه؟ ساندتوا، احنا مساعدات ايه؟ ساكتين. احنا أكفن. ساكتين وشكلنا بقى وحش قوي 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 قدام الناس، قدام نفسنا، بلاش الناس. شكلنا بقى، انا عن نفسي كمواطن عربي بقى، يعني مش هقول بقى مصري ولا فلسطيني ولا اردني ولا اي حاجه، كمواطن عربي انا مستحي من حالي، قدام حالي مستحي من حالي. فلسطين ارض عربيه وهتفضل ارض عربيه لغايه يوم الدين، غصب عن اي حد. انت يا رب، ضيف، بس ضيف تقيل قوي يا رب انصرهم قوي. وفك كربهم، يا رب. وخليك دايما معاهم. يا رب يا رب يا رب. لو فعلا علامات يوم الساعة إن العرب كلهم يتحدوا، قيم الساعة من النهاردة. كفاية، كفاية اللي بيحصل لهم، كفاية. إحنا مستعدين لأي حاجة فلسطين تحتاجها، أيا كانت إيه هي. لو أنا مستعد أفدي فلسطين بروحي، بدمي، بحياتي، بكل حاجة غالية عليا. ممكن تلاقوني مش عارف اجمع الكلام، لان فعلا بجد الموضوع صعب ومؤثر على الناس كلها، مش عليا انا لوحدي، كلنا متأثرين طبعا. اقسم بالله العظيم حياتنا بقت نفس اللون اللي احنا لابسينه دلوقتي. بالظبط. اقسم بالله. الحكاية مش سهلة خالص على اي حد، سواء بقى مش هنتكلم في ديانات، لا على اي حد الحكاية ما بقتش سهلة، لدرجة ان الشعب الامريكي نفسه معترض على حاجة زي كده. كل الشعوب معترضة. فيا رب هونها عليهم، ويا رب يا رب عجل الحل، يا رب يا رب كفاية. عجل الحل.
كفايه بجد. لان فعلا الوضع صعب جدا 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 جدا. يا رب يا رب دعائي ده يكون مستجاب، وفعلا بتمناها. لو اتحاد العرب هيكون علامة من علامات القيامة، يا رب يا رب القيامة تبقى النهاردة، مش هقول بكرة ولا بعد ولا الجمعة الجاية. لا احنا خلاص مستعجلين، مش مستعجلين ان احنا نموت ولا مستعجلين على يوم القيامة، لا احنا مستعجلين على ان احنا نوقف اللي بيحصل بجد في اخواتنا. مش يعني بصوا، انتوا بتشوفوا الحاجه من على التليفون وتعيطوا، انتوا مش ما فيها. بالكوا بقى لو اللي عايشين في وسط الاحداث دي كلها. لو بصيتي جنبك وما لقيتيش ابنك هتتجنني. تخيل واحد طفل صغير بيدور على اهله في وسط الجثث، يعني وفي الاخر لقى والده في وسط الجثث. بس يعني الموضوع صعب. تخيل دكتور في مستشفى بالصدفة كده يجيله اخين ميتين، يتفاجئ ان اخواته جايين وسط المستشهدين او ركبوا عربيه المصابين. الاسعاف طفل، ركبوا عربيه الاسعاف طفل، فبيقول له انت ماسك شنطه مدرستك دي ليه؟ ده مش وقته. قال له دي ما فيهاش كتب، دي فيها اشلاء اخويا. صعبه، اشلاء صعبه قوي، والله صعبه. والله لو احنا بنتكلم عادي، بس هي صعبه قوي، والله صعبه صعبه صعبه. لما الام بتقول والنبي ما تقوليش ان هو مات، والنبي بتتوسل لايد الدكتور. وصعبة كمان لما ام تقول ولادي ماتوا وهم جعانين. صعبة قوي لما الاطفال دي كلها تموت. صعبة قوي حتى لو الاطفال اللي عاشت اهلها ماتوا، طب هم هيكملوا حياتهم ازاي؟ كل حاجة صعبة بجد. يعني كل لقطة بتحصل في فلسطين حاليا صعبة. هتقولي لي طب ما التانيين مش ساكتين وبيردوا. طب ماشي، ما هم مش بيردوا يا جماعة، والله هم بيحاولوا، بس مهما حاولوا في دول كتير قوي ساندة الكيان للأسف. مين بقى الدولة اللي ساندة فلسطين؟ هنعدهم على الصوابع، هنقول مفيش. هفضل اقولها لاخر يوم في عمري، حتى لو النهارده اخر يوم في عمري. يا فلسطيني يا فلسطيني، ارضك ارضي ودينك ديني. يا رب يا رب نصر قريب يا رب. الاذان بيأذن واحنا بنتكلم. يا رب يا رب تقبل دعواتنا، يا رب انصرهم، يا رب فك الغيمة، يا رب يا رب يا رب. لو فعلا يوم القيامة هيكون علاماته ان احنا نتحد، يا رب خلي يوم القيامة النهارده، بكرة في اقرب وقت. يا رب يا رب انصرهم، يا رب كفاية.